مرة كنت باشتري رز، فباقول للراجل لو سمحت أنا عايزة كيسة، كان بيني وبين بيتي 100 متر كده، فرز مش من السوبر ماركت يعني رز سايب، فالراجل بيعبيه لي كده في الكيسة، فأنا خايفة الكيسة تتقطع مني فيها رز كتير، فقلت له لو سمحت ممكن كيسة تانية، فما رضيش يديني كيسة، فقال لي لو أنا اديتك كيسة كل واحد رايح جاي هادّي له كيسة، أومال أنا مش هاخلص، فاستغربت أوي، فقعدت أقول الكيسة دي حاجة تافهة أوي، يعني حاجة مش مهمة. في ناس بقى ناصحة أوي، مفكرة إن هي لما تحوش الحاجات دي كيسة مثلا يمنعك يديها لك، أو يركب معاك المواصلات ما يدفعلكش الأجرة، أو تدخل عليه الشغل وهو بياكل ما يرضاش يديك سندوتش من اللي معاه، أو واحدة معاها ازازة مية مش عايز تشرب حد منها، أو واحد معاه طفل صغير فجه يسلم عليك فأنت مستخسر تديله 50 جنيه من جيبك تديها له في إيده كده تقول له حلاوة الطفل اللي جاي بيه الشغل أو جاي بيه المحل أو جاي بيه حتة. في حاجات صغيرة كده اللي هي مش صدقات، اللي هي مش صدقة، لا هي جبر خواطر الناس اللي في العيد مثلا. في ناس في العيد كده بص تلاقيها ايه، يعني جفطة كده مش عايز يدي الطفل مثلا، يعني 10 جنيه معلش يجيب حاجة في العيد، يقول يدي الطفل 10 جنيه، يديله مثلا يديله 50، يديله 20، تمام، اديله حسب مقدرتك، وما تقعدش تفكر بقى ان ال10 جنيه اللي هتوفرها هي دي اللي هتعمل لك مالية. يا جماعة والله العظيم الحاجات الصغيرة اللي انت بتستخسرش فيها في ولادك او في زوجتك او في اهلك او في جيرانك او في الناس اللي بتقابلهم في الشارع، الحاجات الصغيرة اللي انت بتجبر بيها خاطر الناس دي هي دي اللي بتملى حياتك بركة. تمام، هي دي واحدة جارتك استلفت منك حاجة، حد اخد منك حاجة، ما تبقاش عامل ناصح. الناس اللي هي عاملة نفسها ناصحة ما تعملش ناصح يا جماعة، دي مش نصاحة، دي اسمها عفانة. خلاص ما تعملش نفسك ناصح، يعني دايما تبقى انت ادي. انت رحت مثلا عمرة تقول لا مش جايب لحد حاجة، مش هجيب لحد حاجة، لا هات، هات لكل واحد حسب مقدرتك. انا بقولكش روح هات يعني حاجة فخمة، هات حسب مقدرتك، بس اجبر خاطر الناس اللي قاعدة مستنية منك اي حاجة تجيبها لهم، مستنية منك اي حاجة، ده اسمه جبر الخواطر. الحاجات الصغيرة دي شوف قد ايه بتبقى بسيطة بس بتدخل الفرحة والسرور على قلب الناس، قد ايه بتخلي في حب بين الناس وبعض، قد ايه ربنا بيبارك لك في حاجات كتيره قوي عشان عبادات جبر الخاطر الصغيره قوي اللي انت بتعملها دي. وما تقولش اصل انا مش معايا، مفيش حاجه اسمها مش معايا. واحد دخل عليك والله لازم تتغدى معايا، طب انت ما عندكش غدا، اعمل له اي حاجه، اعمل له اي حاجه، مفيش بيت ما فيهوش اي حاجه، اعمل له اي اكل، ان شاء الله تعمل له شويه مسقعه، ان شاء الله تعمل له شويه عدس، المهم تعمل له ياكل معاك. تمام، هو بقى الحاجات البسيطه دي، تمام، مش هقعد بقى تقول اصل انا هوفر، اصل انا مش عامل عزومه في رمضان السنه دي عشان انا هكلف، اصل انا مش هقدر اذبح السنه دي، ان شاء الله تذبح معزه، معزه، بس انت بتبقى في نيتك انت عايز تجبر خاطر الناس اللي هي مستنياك تذبح، او خاطر الناس اللي هي جايه تزورك، او خاطر الناس اللي انت عندك مناسبة عايزاك تروح تجبر خاطرها. فجبر الخواطر ده مش بقولك صدقة، الصدقة دي حاجة تانية، جبر الخواطر اللي انت ولادك في عيد ميلادهم حاجة بسيطة تجبر خاطرهم بيها، زوجتك حاجة بسيطة في العيد او في عيد ميلادهم او في اي مناسبة، صباح الفل ودي عيديتك او دي حاجتك، او ابنك تديله عيدية. في ناس تقولك ده ابني هديله عيدية ليه؟ الحاجات البسيطة دي جبر خواطر الناس، جبر خاطر والدتك، زي ما بتروح تجيب لنفسك حاجات تجيب لها، تبقى فاكر، تحس ان الناس ان انت دايما فاكرها، فاكرها حاجات بسيطة خالص بس بتخلي الناس تحب بعضها وتقرب من بعضها، وربنا سبحانه وتعالى بيبارك لك ويرزقك ويكرمك بسبب الحاجات البسيطة اللي انت فاكر نفسك لو حوشتها هتفيدك.